الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تشفع بها لي عند الله. يوم جديد مع وصفة جديدة. ازيكم عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم يا رب. النهاردة الجمعة، حبيت اشارككم كده. يوم الجمعة. نشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. حاجة خفيفة كده. وحبيت حاجة حلوة كده هي اللي تفتح الفيديو كريم. طبعا اغلب المتابعين عندي عارفين كريم ابني ده الكبير، ربنا يحميه يا رب ويفديه. كان ساعتها صلاة الجمعة وكان بيغسل عشان يتوكل على الله، يروح يصلي. ربنا يصلح حاله يا رب ويوفقه في حياته، واشوفه حاجة كبيرة كده قدام عينيا، ويحميه يا رب ويبعد عنه الشر. وهنبتدي بقى مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف احنا هنبتدي نعمل ايه. ويلا بينا. كنت محضرة تسبيكة. عملت قبل كده معاكم تسبيكة المحشي وده الكرنب، حبيت ان انا اسلقه معاكم برضو عشان تشوفوه. مية سخنة وملح بس، ما بحطش كمون وانا بسلق الكرنب ولا اي حاجة، هي مية سخنة وملح. وابتدي اسقط المحشي الكرنب فيه. وهنعمل مع الكرنب النهاردة السلق، ورق السلق من احلى الحاجات اللي ممكن تحشيها. جميل جدا جدا، هوريهولك دلوقتي شكله بيبقى عامل ازاي. هو ده السلق. انا بحب اجيب ربطة كده في وسط الكرنب وانا بجيبه، الحقيقة بيبقى طعمه جميل جدا وبنحبه، مبيبقاش احلى من كده يعني في عمايله ما شاء الله. ف لا اله الا الله محمد رسول الله. دي الفراخ كنت بغسلها عشان ابتدي اعملها. الحقيقه جت فرخه كبيره المره دي، يعني انا وانا بجيب من الفريزر جبت دي، يعني بحب الفراخ الكبيره دي ابقى اقطعها يعني شاورما واجزقها كده، بحبش اعملها بشوربه. يلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. هقولك ازاي برضو تعمليها وتستوى معاكي وتبقى كويسه باذن الله. حطها تحت المية الجارية. الحقيقة اللي انا كنت اصلا متأخرة، كان ساعتها صلاة الجمعة والمفروض هما يطلعوا من الصلاة يتغدوا. فكنت ازاي اعمل ده كله؟ كانت معادلة صعبة يعني، خصوصا ان احنا يوم الجمعة ده بنقوم من النوم براحتنا. ده ورق السلق ابتديت اللي انا اشيل منه اللي هي الحتة اللي بتبقى زيادة فيه من فوق، ولا اله الا الله. وابتديت اللي انا اسلقه. ورق السلق ما بيتسلقش، لا امال بيتعمل فيه ايه؟ بيحطه في ميه سخنه بس، يعني بعمله معامله ورق العنب. ما بيتغلاش على النار خالص، بيتحط في ميه سخنه لما يهدى ويدبل الورقه بتاعته تدبل، ساعتها بس تبقى تمام التمام جاهزه للحشي. بقولك الشبت والكزبره ابتديت برضو اللي انا اجيبهم، وابتدي اللي انا اول حاجه افكهم واعملهم. ابتديت ان انا افكهم واعملهم الاول، انضفهم واعملهم. الحقيقه اللي هو يعني كان روتين خفيف خالص، غدا خفيف، بس حبيت ان انا اشاركه معاكم. دي ورق السلق اهو، كنت ساعتها طفيت النار عادي او حطيته على الكرنب. كان في ورق كرنب اللي هو الاخضر اللي بيبقى في الاخر، حطيته فوق الكرنب عشان ما ياخدش الحراره بتاعه الميه قوي، يدبل بس. مش عايزاه يستوى جوه الميه ولا يغلي الميه تغلي بيه ولا اي حاجه، وهبتدي اخده يعني دقيقتين اتنين. من احلى المحشي محشي السلق ده، مكنتش مصوراه حلو. هو عامه احنا ما بنحبش اكتر محشي بنحبه هو المحشي كرنب. ما باجي احشي اغلب الحشي اللي انا بحشيه هو محشي الكرنب. اناس. ف لا اله الا الله. دي التسبيكه برضو ابتدت اللي هي تطرد السمنه والزيت بتاعها لفوق، بدل اللي ابتدت اللي هي تطردهم، يبقى كده بقت تمام. ودول بتهيالي كانت اخر شويه كرنب. دول بقى بحب احطهم على طول في قعر الحله وانا بعمل المحشي. وده الرز غسلته حطيته على المصفى بس يصفي الميه اللي فيه. والفراخ برضو بقت تمام جاهزه اللي انا لوحها
والكرنب برضو جاهز، وكان اغلب الورق برضو قطعته وانا واقفه كده على البوتاجاز، شلت منه اللي هي بتبقى العرق بتاعه، وقطعته جاهز للحشي على طول. الحقيقه يعني كان الموضوع منجز معايا الحمد لله. ابتديت ان انا اخرط برضو الشبت، غسلته وظبطته وخرطته، وهبتدي احط الرز عليه بعد ما غسلته. ده كيلو رز، وشويه التسبيكه برضو اللي انا حطيتهم. انا بحب على طول وانا بعمل تسبيكه المحشي بالذات ان انا احط معلقتين صلصه. فالحقيقه لقيته الطماطم اللي انا جبتها الاسبوع ده كانت جميله جدا وحمرا، فما كانش محتاجه حاجه الحمد لله. وهقلب ده كله ببعضه. طبعا قبل ما تحط الصلصه عليه تاكدي ان الملح بتاعك مظبوط والفلافل مظبوطه. المحشي بيحب الفلافل والملح يكونوا باينين في الاكل زيادة عن اللزوم عشان يبقى طعمه مظبوط وجميل. ابتديت بقى ان انا اقلب كله مع بعضه وعشان يبقى جاهز. الحمد لله كده تمام التمام ما شاء الله. والله الكاميرا ظالمه، بتاع كان احمر قوي. اناس وابتدي اللي انا اجهز نشوف. ابتدي اللي انا اجهز لا اله الا الله. ابتدي اللي انا اجهز الفرخه، اي نوع طيور بقى. بس انا طلعت زي ما قلت لكم الفرخه دي كنت مفكراها يعني صغيره بس طلعت كبيره قوي، مكنتش حابه ان انا اعملها اصلا بشوربه. وحطيت بصله برضو معاهم، وهحط فلفل وملح بس، واسيبهم تتلوح قوي يعني تنشف قوي زياده عن اللزوم. وبعد كده احط طماطم واحط شوربتها اللي هي الميه واسيبها تغلي بس كده. وهحشي المحشي. ده كان روتين النهارده، كان خفيف قوي وكانت اكله حلوه. احنا عامه بنفضل يوم الجمعه ده يبقى محشي. انا بحب يوم الجمعه يبقى محشي. لا تعالى يا انا، تعالى. بحب يوم الجمعه ده يبقى محشي، الا محشي لاي حاجه تقيله، لان تقريبا بيبقى 3/4 اليوم جوزي بيبقى موجود، فده اليوم الوحيد اللي بيبقى اجازه. طبعا الفراخ قربت تاخد سويها، والمحشي الحمد لله اتحشى هو والسلق وبس كده. ابتديت بقى اللي انا احط العقد بتاع المحشي او مية المحشي عليها شوربة كده ما شاء الله. وطبعا كنت مجهزة الشوربة بتاعتها، كنت مجهزاها مملحاها وموضباها، وابتديت ان انا احطها عليها. الله اكبر الله اكبر الله اعظم عظيم جل جلاله وعظم وجل العزة والدوام لله. فبس كده ابتدي بقى اللي انا اولع عليها واسوي ده واسوي ده. وهو ده كان روتين النهارده خفيف وجميل. لايك وسبسكرايب للقناه ولايك على الفيديو، وما تنسانيش بكومنت حلو وافتكرك بيه. ولايك لكريم عشان اول مره من زمان ان هو ما طلعش معايا على القناه. ربنا يا رب يبارك لنا في اولادنا جميعا ويخليهم لنا. والسلام عليكم ورحمه الله.